بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين اليوم الدين. النهاردة معانا بعض العملات التذكارية، هنقول لكم على أسعارها، بعض من أسعارها. طبعا العملات التذكارية زي ما حضراتكم شايفين ديت 10 رمضان طبعا، ودوت ذكرى توقيع اتفاقية السلام الرئيس محمد حسني مبارك. احنا مش هنعلق كتير على الأسامي والحاجات دي، عشان في ناس تقول لك ايه، طب انا استفدت ايه وانا عملت ايه والكلام ده. العملات دي يا جماعة، بالنسبة للعملات دي اللي انتوا شايفينها دي، يعني ما بتجيبش اكتر من 10 15 جنيه بالنسبة للعملة الواحدة. هي تذكارية، واي نعم ليها قيمة معنوية غير قيمة مادية. طبعا 15 جنيه مش هتبيعها ب15 جنيه، لان هي اصلا احسن من 15 جنيه. طبعا العملة زي ما حضراتكم شايفين اهيت. العملة طبعا بتوقع حوالي 15 زي ما حضراتكم عارفين. طبعا في عملات تانية بتبقى الصك بتاعها نادر، يعني مثلا شركة أسمنت بورتلاند ترى المصرية، طبعا زي ما انتوا حضراتكم شايفين. طبعا في عملات طبعا يا جماعة بتجيب مبالغ كبيرة، بس دي مع الزمن الطويل. طبعا العملات دي أكتريتها في السبعينات زي ما حضراتكم شايفين. ده سوق القاهرة الدولية، بيجي في شهر 3 كل سنة. وطبعا ديت ريزيرف بنك مصر. في طبعا عملات طبعا مش موجودة معايا، مش موجودة، يعني مش عارف أجيبها، زي مثلا الرئيس جمال عبد الناصر. في عملات كتير طبعا مش عارفين نجيبها. طبعا يا ريت تعملوا لنا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس بالكل، وتعملوا لنا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما احنا قلنا العملات دي ما بتجيبش اكتر من 15 جنيه ولا 20 جنيه حتى، مفيش مشكلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.